ما زلنا معكم في البودكاست الخاص بكاس ليبيا للصقور، وحاليا معنا الراوي والشاعر والباحث في التاريخ الليبي السيد معتصم الجالي. أهلا بك معنا في البودكاست. أهلا وسهلا بك بالجودة والله. مرحبا وسهلا. سيد معتصم، نحن اليوم قاعدين في حدث كنا نادر ما نشوفه فيه، اللي هو حدث له علاقة بالصقور وله علاقة بالتراث الموروث الشعبي، وهذا ما كانش عندنا في سنوات ماضية. فلأول مرة يجتمعوا محبي التراث الليبي وخاصة محبي الرياضات التراثية في مكان واحد في بطولة واحدة. هذا نفس ما ذكرت حضرتك انه حدث جديد يعني يعتبر، مع ان الرياضة قديمة والهواية هذه والإرث هذا قديم جدا يغوص في عمق التاريخ، ولكن ليبيا كانت يعني تقدر تقول فيها مش مهتمة بالجوانب هذين، وكانت مغلقة شوية على العالم بحكم سياسة معينة. ولكن الحمد لله وفضل الله وفضل جهود الشباب الخيرين والقوات المسلحة والإدارة الحكيمة استطعنا أن نوصل لمرحلة الانغلاق اللي كنا قاعدين فيه، وخشينا في مرحلة الانفتاح يبي جميع الرياضات. فرياضة الصقور العرب عندهم علاقة بالصقور، فاهم؟ يفتخروا يحتزوا به. فكجيت بحث لتاريخ العرب وتبي تبحث مدى العلاقة بينه وبين الصقر، وش السبب العلاقة هذه؟ تو كان نقول لك العرب هم أهل الصقر، تو تقول لي لا، في آثار ربما رومانية وإغريقية وأنا شهادة بعيوني فيهن صقور، يعني ولا آثار قديمة. فإذا مش عربية تقدر تقول إن حتى الأمم الأخرى تستخدم فيها، مش حكر على العرب كان. ولكن كي تركز وتبحث القصة مضبوط وترجع للأصل، في كتاب نهاية الأرب في معرفة تاريخ وأنساب العرب في قصة جميلة بالكلي اللي هي كل حاجة لها أصل، كل حاجة لها أصل، لها بداية. لها بداية. أي اسم حاجة لا. فتو نجوم بحثوا للعملة العرب يتعاملوا بالدرهم وبالدينار، صح هذا أشهر. إيش أصل كلمة الدرهم؟ إيش مش معروف، صح. العرب في اليمن طبعا راهم العرب أهل أمة عريقة، راهم مش تقول عرق جدا. حتى في القرآن بكلام الله تو سيدنا سليمان وما جاء البلقيس وأرسلها. بلقيس لما تقوموا وشورتهم قالت لهم سليمان أمرني جاي هو جنوده إيش ندير. اليمنية إيش قالوا له العرب الأصلية؟ قالوا له نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك وانظري ماذا تأمرين. لكن هنا نبوا إيش؟ نبوا القوة والبأس الشديد، وهذه جاء مصطلح هذا في القرآن. والقوة ما تعنيش العضلات، والقوة في كل حاجة، قوة في الاقتصاد، قوة في العمران، قوة في الحضارة، قوة في كل شيء. هذا كلام الله. قالوا لليمني، قالوا البلقيس نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك وانظري ماذا تأمرين. يعني الرأي رأيك لكن رحنا رانا قوة. دليل القوة هذه كانوا عندهم أول مدينة تو كان نقول لك نوح، سيدنا نوح عليه السلام، الأب الثاني للبشرية وأبنائهم الباقون وأول وحدين على الأرض. ولد سيدنا نوح اللي هو سام أول من بدأ في البناء والإعمار، ودار مدينة صنعها اللي اسمها صنعاء في اليمن. اليمن يعني عريقة، فكان فيها مدن تدمر وحضرموت وصنعاء ومعين، وما كانوش لعند تو هذا في العصر الأول، وما كانوش يحبوا يعني ما يعرفوش الطير، ما عندهمش بعلاقة. أنا أفطن تقول الرواية تقول إن في ملك اسمه الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن كندة، ملك يمني ماشي في رحلة صيد عادية، فوجئ بالصقر بالطير إنه يصيد بطريقة عجيبة. صادفت إن الصقر الصيد حذاهم قدامه فأعجب به، فأمر بترويضه وتهذيبه. يعني مسكوه أدبوره وضوبه شقبه مطيع. جميل. فنفذوا الأمر. فالعرب في العربية الفصحى يقولوا على الأسد ذرغام أسد، صح ولا لا؟ اسماء الأسد الألف. بينما العرب اليمنية القديمة اللي هم مأرب ومعد ومعين وتدمر يقولوا على الصقر ذرخام. ذرخام مش بالحاء، بالخاء مش بالضاء. الأسد بالضاء ذرغام، والصقر ذرخام. من كثر حب الملك هذا إياه اللي هو الحارث بن معاوية للصقر اللي هو سماه ذرخام، وتم العرب كلهم في اليمن يقولوا له الذرخام اسمه. أمر بنقش صكع العملة،
فدولة مع دولته درت عملة عليها ايش؟ عليها صورة الصقرة اللي هو اليمني يقولوا له الذرخام. تموا تجار يطلعوا من اليمن يمشوا لليونان، تجار اليونان حولوا كلمة الذاء وخلوها داء، تموا يقولوا دير خام. بعد سنوات طلعوا تموا التجار اليمني العرب يمشوا للروم، الروم حولوا الخاء إلى حاء، تموا يقولوا ديرهام. واصبح الدرهم أصبح الدرهم اللي هي أصل الكلمة، اللي هي جاية من أساس من صورة صقر رسموه اليمنية، والصقر كان مصطلح جديد عليهم ما يعرفوا أنه ذرخام، فأصبح ذرخام مع تحريف مع كم مشان العرق هذا اللي هو اليوناني حولوا كلمة الذاء وخلوها داء تم ديرخام، وما عدوا للروم حولوا كلمة الخاء حطوها ها تم درهم اللي هي أصل درهم العرب. واليوم درهم. وهذا يثبت علاقة الصقر باليمن وعلاقته بقديم الزمان. فتم عندهم أصبح رمز للعزة والأنفة ويفتخروا به. حتى الراجل يقبع عندهم بطل وزين يسموه صقر قريش. أقرب مثال ما شاء الله اسبانيا ونيم قبيلته لنا قالوا وضع صقر قريش واسمه عبد الرحمن هو، ولكن لقب. فأصبح وحتى العرب العدنانيين اللي هو معاوية بن أبي سفيان وحمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا من أشهر الصقارين. أشهر صقار في قريش كما نقولوا نحن كان حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل جدا. وهذا ارتباط الصقر بالعرب، هذا ارتباط الصقر بالعرب. الليبيين طبعا عرب، الليبيين جزء لا يتجزأ من العرب، ما من جزء معين من مرحلة معينة، جزء كبير منهم طلع من جزيرة العرب وطرقش عنه. فنحن أصولنا كلهم فورثين العادات والتقاليد، ركوب الخيل والطير والصيد بالطيور الجارحة والصيد بالرماية، وحتى يعني حتى ديننا الإسلامي يحث عليها. نحن تو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فهذني تعتبر من ضمن النشاطات المهمة جدا، واللي يساعدنا يعزن من ترابط الشباب بالموروث الشعبي المهم جدا، خاصة يعني الفترة الأخيرة ابتعدنا عنه لسبب أو لآخر يعني. بالضبط، غزو ثقافي تمينا، يعني ما عندناش هوية، ما عندناش. فالحاجات هذني بصراحة أنا شخصيا سعيد جدا بيهن، نفتخر ونحتز بيهن، وفخور باللي قائمين والداعمين للحاجة المشرفة هذه. وانا اليوم شخصيا جايب ضيوف يعني خاصين بينا من سينا مصر، قلت لهم يلا عزمتم، فحاجه مشرفه حتى كتجيب ضيف. بارك الله فيكم وبارك الله في القائمين على العمل، وان شاء الله يا رب يديم مسابقات ويديم احتفالات. نحن سعداء جدا والله بالاستضافه هذه، وسعداء بالقصه اللي رويتها لنا ان شاء الله. طبعا ايش تبغى عندهم مثل يقولوا ايش عرفك كذا، بيقول لي نسمعها نقول ايش اللي نقراها نقولها. فالقصص هذه ما قالش طق اللوي حق. على فكرة عندي صورة قلت لك أول درهم داروه العرب عليه صورة الصقر، عندي صورته أول صقر نكشوه العرب. واللي سبب تسمية الدرهم درهم لأن كانوا اليمني يقولوا على الصقر ذرخام، الأسد يقولوا له ذرغام، كانوا الأسد الصقر يقولوا له ذرخام. أكيد. معتصم الجالي الراوي والشاعر والباحث في التاريخ الليبي والعربي في العموم، سعدنا جدا باستضافتك في البودكاست الخاص بكأس ليبيا للصقور. أسعدنا أنا أسعد، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السادة والسيدات، كان هذا ختام حديثنا مع الشاعر والباحث في التاريخ الليبي والراوي معتصم الجالي في البودكاست الخاص بكأس ليبيا للصقور من مدينة سلوك.